هاد الصورة اللي قدامكم واللي كتشوفوا فيها دابا ماشي صورة ترويجية لشي فيلم او مسلسل اكشن. هاد الصورة مأخوذة من ليلة البارح وبالضبط في مدينة باريس. انا بحالكم مني شفت هاد الصورة صحاب لي هي شي فيلم ناضي ولا شي مسلسل جاي في الطريق، حتى شفت التعليق الفوق انه باريس البارح بالليل بسبب الاحتجاجات. والسبب واحد القانون المتعلق بالمعاشات اللي دوزوه عن طريق الدستور بواحد القانون 43/9 بلا ما يدوزوه في التصويت، وهي تشعل في فرنسا بسبب هذا القانون اللي بغاو يمروه على الشعب. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم في قناتكم مستر النصري. هذه مده وهما في شد وجذب والو، الشعب ما بغاش يتنازل ليهم، حاولوا معاهم بكل الطرق السياسيه. في الاول حاولوا يدوزوه بالطريقه العاديه، ناضت الحكومه خرجت بواحد التصريح قالت فيه باللي التقاعد غادي يولي على 64 سنه، ناض ضجه وكل شيء خرج. ماكرون شاف القضيه حماضت وهو يخرج في واحد الندوه صحفيه قال لهم غادي نديروه هي 63، راه هادشي في صالحكم. والو ما بغاوش يتفاهموا معاهم، قالوا ليه 62 هي 62. ماكرون خرج مره اخرى كيقول لهم وكيشرح لهم راه ما يمكنش نخلي 62، الا خليتها راه من بعد سنه 2027 ما تبقاش الميزانيه ديال التقاعد وما غاديش نلقاو باش نخلصوا الناس اللي غادي يتقاعدوا وراه هاد السنه. الا بقينا بحال هكا السيستم غادي يطيح. هادشي هما ما كيدخلش ليهم لراسهم. الناس بغات تشد التقاعد باش تعيش شويه الحياه، ماشي تشد التقاعد وتلقى ان الدنيا فاتت، والنتيجه مجموعه من الامراض القلب والضغط الدموي. بغاو يشدوا التقاعد في واحد السن اللي تسمح ليه يسافر ويخرج ويزور بلدان ومآثر سياحيه ويبقى ليه الجاد فين يستمتع بالحياه. ماكرون معروف انه ماشي رجل سياسي ودغيا كيتاثر بالضغط. بعد كل محاولات تمرير هذا القانون عن طريق البرلمان وبعد فشل جميع المحاولات قدام عزيمه ديال هذا الشعب اللي ما تشدش ليهم بسياسه الالهاء وما نجحتش معاهم حتى طريقه، حيت المواطن الفرنسي ما مقتنعش بالاسباب اللي عطاها ماكرون باش يرفع سن التقاعد وبان السيستم ديال المعاشات غادي يطيح. الناس المهتمين بصندوق المعاشات كيقولوا انه مستحيل يطيح السيستم وانه كاين سبب اخر هو وراء هذا القرار هذا، وباللي هاد الاموال هذه غادي تخدم اجنده الدوله وغادي تمشي في هذا الاتجاه ولهاد الناس. زائد ان الامر ماشي بسيط كما كيروجوا ليه، حيت ممكن توصل 62 وما تاخذش التقاعد او تاخذ تقاعد ناقص. على حسب التعاليق والفهم ديالي انك خاصك تخدم 43 سنه بالتمام والكمال، والعطل اللي كتاخذ ما كيتحسبوش ليك بل كيتنقصوا ليك. وبالنسبه للنساء اللي كياخذوا العطله ديال الامومه او الاب هادشي كامل كيتنقص. وبالاضافه على حسب انت وامتى غادي تبدا الخدمه، يعني خاصك تخدم في سن 21 وتخدم حياتك كامله بدون عطل عاد تقدر توصل للتقاعد، او ما غاديش تاخذ التقاعد حتى لسن 68 بسبب دوك العطل. واحد التعليق اللي قريته وعجبني وقال لهم ان هذه هي العبوديه بالشكل ديالها الجديد، وكنظنوا اننا احرار وحنا ماشي احرار. وكذلك واحد الشاب اللي كيعاود التجربه ديال الام ديالو اللي ما خدا التقاعد حتى ل 68 سنه وما خداتو تعانات ومرات مجموعه من الازمات، واخرها واهمها هي عمليه اللي دارتها على الركبه واللي نجحات. زائد انهم الا خلاهم هاد المره يدوزوا هاد القانون هاد الامر ما غاديش يحبس هنا، فمره اخرى يقدروا يجيو عندهم يقول لهم غادي نزيدوا التقاعد ويقول لهم غادي يوصل للسن 65 سنه، وكل مره غادي يبقاو يزيدوا في هاد السن التقاعد. واصلا هما صوتوا على هاد الحكومه حيت وعداتهم انها ما غاديش تقيس سن التقاعد، وفي الاخير دارت العكس، والاكثر من ذلك رفعت الضريبه على هذوك الناس اللي لاباس عليهم من بعد ما سالت لهم جميع الحلول. مروا هذا القانون عن طريق الدستور وبدون موافقه لا البرلمان ولا الحكومه، حيت عارفين الا دوزوه بالطريقه العاديه غادي ترفض، الشعب غادي يضغط باش يرفضوه. هنا الشعب زاد سخط وما بقاش الهدف ديالو هذا القانون، طول الامر ولا كيطالب باسقاط الحكومه. وكيف كيقولوا هما
الحكومه اللي ما كتحترمش الرغبات ديال الشعب ديالها ما عندنا ما نديرو بها. وسبحان الله داكشي بحال اللي عندنا فكرنيه في واحد السيد ناض قال لهم حنا غادي نربيوكم. شفتوا اوجه التشابه والاحترام؟ اصلا هو بحال بانا ما يقول لك هاد الهضره هي الاب ديالك اللي باغي مصلحتك. الله يمسخني. ما عليناش، نكملوا الموضوع ديالنا. من بعد ما تنشر الخبر ديال تمرير هذا القانون عن طريق الدستور ناضت قرباله المده ديال اسبوع وهي نايضه، ومع فشل كل المحاولات باش يكالميو الشعب، ولكن والو، الشعب اللي في راسو وكيقولوا علاش حنا اللي نأديو الضريبه ديال القرارات الخاطئه ديالكم. فين هما الثروات ديال هاد البلاد؟ جبدوا الفلوس من دوك المفسدين والشفاره، هما اللي خاصهم يعمروا الصندوق المعاشات، ماشي حنا اللي نأديو وهما يتبرعوا في دوك الخيرات. دابا كيف كنلاحظوا مؤخرا بداو مجموعه من المشاكل كيبانوا في الفتره الاخيره في فرنسا. هادشي بدا كيكثر، والتراجع ديال الدوله الفرنسيه ولا باين للعالم كامل. مجموعه من الدول اللي كتهاجمها وبشكل مباشر بحال تركيا والطليان، ودول اللي ولات كتعامل معاها الند للند بحال المغرب. والسبب بسيط، هو ان فرنسا الاقتصاد ديالها هش ومبني على الثروات الافريقيه وما عندهاش شي صناعه، او انها دوله رائده في التكنولوجيا، حيت هي دوله استعماريه والاقتصاد ديالها مبني على الاستعمار. مني افريقيا فاقت وبداو كيتخلصوا من هذا الاستعمار، زائد مجموعه من الدول وجهات الانظار ديالها نحو افريقيا، واللي ولات كتنافسها على الاسواق الافريقيه بحال الصين وروسيا، والمغرب اللي ولا كيخطف ليها شي اسواق من بين يديها. هادشي علاش ولا هاد العداء من فرنسا للدوله المغربيه. وهنا بداو هاد المشاكل كيبانوا، ومازال غادي يبانوا مشاكل اخرين اكثر من هادشي، حيت فرنسا ما كتقلبش على حلول في البلاد ديالها وتحاول تعالج المشاكل الداخليه وتلقى حلول. لا، هي مازال كتقلب على حلول داخليه خارج فرنسا وبالضبط في افريقيا. وهادشي اللي وقع ليها في الطوغو، فاش قال ليه الرئيس عاملنا بالمثل، ماشي دير لينا فيها انت هو الاب الروحي او الوصي علينا وباللي كتعرف مصلحتنا. هما راه الهدف ديالهم باين، هو استغلال الخيرات ديال القاره الافريقيه، وهما السبب في تخلف القاره الافريقيه وفي تخلف مجموعه من الدول اللي كانت غاده في المسار الصحيح ديالها. لكن بسبب التدخل الفرنسي وانها كتخلق الحروب وحكومات مضاده تخلفوا هاد الدول على المسار ديالهم. المهم وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لنا لايك واشتراك وتخلي لنا شي تعليق فيه الرأي ديالك على هاد الدولة الديكتاتورية الفرنسية. Fascisti!